اهلا وسهلا المتتبعين ديالنا العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مع الصحه؟ كلشي هو هذاك في امان الله. كي درتو مع هاد الصهدات وهاد الحراره؟ حنا هاد الايام والله الا الموت ديال الحراره عندنا ما نقول لكمش. درجه الحراره قداش وصلت صراحه. الموت عرفتهم كنتحولوا من بيت لبيت من بيت لبيت. ولكن الحمد لله باش عرفوا العباد ضعيف تحت الله سبحانه وتعالى. غير هادشي شويه الصهد وقتلنا وكاع حنا ما لقيناهاش كي بغيناها. جا الصهد متنا بالصهد، جات الشتا متنا بالبرد. المهم ما لقيناها كي بغيناها المتتبعين ديالي العزاز. المهم ما عليناش، قبل ما تكملوا معنا هذا الفيديو نتمنى منكم تعطيونا اللايكات، كيساعد الفيديو باش كيطلع لاي واحد. وطبعا الناس اللي مازال ما تابونا في لاشين ديالي انا واشرف نتمنى منكم تابوناو وتفعيل الجرس باش ديما ان شاء الله يوصلكم جديد اغلى متابعين. ايوا المهم جيتكم بهذا الفيديو تحت الطلب ديال بزاف ديال المتتبعين، خلوها لي في لي كومونتير. غزوله واش عندك شي خبر؟ غزوله واش توصلتي مع فلانه؟ غزوله واش بصح تعتقلات؟ غزوله واش بصح هادي واش بصح هادي؟ انا درت هذا الفيديو باش غادي نقول لكم بحكم ان المعرفه ديالي وبحكم العلاقه اللي كانت كتجمعني معاها وبحكم بزاف ديال الحويجات اخوتي العزاز. المهم ما عليناش بعدا. سمحوا لي، عرفتوا بالزمت كتجدني الضيقه. المهم الحراره والضيقه والصهد والدرجه سخونه. المهم كيما نقول لكم المتتبعين، كما قلت لكم اخوتي العزاز، دابا الموضوع ديال الساعه هو سميره ملبوحه اللي كلشي كيهضر عليها باللي تعتقلات وبلي وقع عليها شي مشكل اللي هو كبير. وبحكم انني انا ما بقيتش كنتبع السوشيال ميديا بزاف بحكم الظروف ديالي وبحكم بزاف ديال الحويجات. شيخي مسكين باقي عيان باقي مريض صراحه. والله الا التصوير ما بقيتش كنصور. كنبغيش الناس يخليو لي في الكومنتير غزوله اجتهدي ديري فلوغات انت وعكوزتك وراجلك. دابا راه جات لوستك تصوركم. راه كنقرا التعليق باش عرفوا، كنقرا التعليق ديالكم كلهم. كاع داكشي اللي كتخليو لي راه كنقراه اخوتي العزاز. والله ما كرهت نبارطاجي معكم. وبالنسبه للخرجات وداك الشيء راه ما عمري ما خرجت بحكم ان شيخي عيان والضياف كيجي وهادي. ما عمري ما خرجت صراحه باش غادي نبارطاجي معكم شي حاجه. اكيد فاش غادي نخرج راه غادي نبارطاجي معكم بزاف ديال الحويجات ان شاء الله. وكما قلت لكم البنات غادي نحاول ان شاء الله. كل خطره كنقول لكم غادي نحاول نجتهد، غادي نحاول. ولكن للاسف ما كاينش نتيجه. ما كاينش الحماس، ما كايناش الطاقه. كتجي الضربه كلي ما كاينش حاجه اللي غتقويك وترجعك ديك الطاقه الايجابيه وبزاف ديال الحويجات. رغم ان كل واحد عنده مشاكل الخاصه، كل واحد عنده ظروفه، كل واحد مناش كيدوز، كل واحد مناش كيعاني. غير هي المهم راكم عارفين 3 النقاط بلا ما نكمل لكم اخوتي العزاز. كما قلت لكم بزاف ديال الناس كيسولوني على سميره بحكم العلاقه اللي كانت كتجمعني معها، بحكم كنت كنمشي عندها للدار، كانت كتجي عندي في اي مناسبه، بحكم سافرنا مجموعين ماشي مره ماشي جوج، بحكم بزاف ديال الحويجات صراحه عشناهم انا وديك السيده اللي غادي نكرهها صراحه. نقول لكم بالشر؟ لا ما غاديش نكرهها بالشر، غادي نكرهها غير بالزوين. حيت فعلا كانت معايا زوينه. ماشي زعما كان انا راه ما عمري ما قلت لها بارطاجيني، ولا ما عمري ما قلت لها رجعي بنتي، لا ما عمري ما قلت لها بارطاجيني، وما عمري ما قلت لها هضري عليا ولا حطيني في اول تعليق. ولا رغم العلاقه اللي كانت كتجمعني معها علاقه قريبه بزاف. انا هكا دايره. راه واخا ما عارفين نوصل، راه ما عمري ما غادي نقول شي واحد يدعمني ولا يبارطاجيني رغم انني محتاجه هاد القناه هادي. ولكن ما كنقولش رزقني مكتبوا لي الله وداكشي اللي مقسم لي الله نوصل راه غادي نوصلوا. كما قلت لكم اخوتي العزاز، بحكم العلاقه ديالي معها عن قرب، هي واحد الانسانه طيبه، هي واحد الانسانه قلبها كبير، هي واحد الانسانه سخيه، هي واحد الانسانه ما كتكبرش، ما فيهاش ما كتكبر عليك ولا بحكم انها قناه معروفه وداك الشيء ما كتكبرش عليك. كتعطيك نصائح بحكم انها مدوزه بزاف د الحوايج في حياتها. كنت انا وياها مزيان صراحه، كنا كنخرجوا هادي. زعما كانت كتسول فيا ملي يكون عندي شي مشكل كتسول فيا وهادي. ولكن هذا المشكل اللي كان وقع ليا انا راه كنت شاركته معها قبل ما نخرج ونطلب يد المساعده من المتتبعين ومن الحباب ديالي. كان في راسها المشكل، عاودت ليها المشكل، قلت لها شنو وقع لي اللي بقى فيا هو انها في ديك الفتره فاش انا طحت في المشكل كان عليها تخرج تقول غير كلمه طيبه عليا. هادشي اللي كنت كنتظر منها، وكنت كنتظر منها انها تصوني عليا وتهضر معايا فقط. هادشي اللي كنتظر منها. اما باش ننتظر منها شي حاجه اخرى راه ما غاديش ننتظرها منها. وهي راه عارفاني مزيان ملي كنخرجوا وملي كنمشيو شي بلاصه ولا راه عارفاني انا مزيان شكون انا. كما قلت لكم تلقوا عليها باللي تعتقلات بحكم انها ماشي انا اللي قلت، هما اللي قالوا. بنت اختها اللي قالت باللي تعتقلات بحكم انها جاتها الشهاده على زينه المحارم وما مشاتش.
هادشي اللي قالوا. انا كنعاود ناكد ماشي انا اللي قلت، هما اللي قالوا. انا صراحه ما عنديش شي اخبار. الناس اللي تيقولوا لي غزو لا صوني عليها، شوفي ما عنديش شي اخبار، و ما بقيتش كنتواصل معاها شحال هادي من قبل ما يوقع لي المشكل. صافي تقطعت بيني وبينها العلاقه، وتقطع بيني وبينها التواصل. الله يعاونها والله يسهل عليها. انا راكم عارفيني ما كنحقدش كاع، ما حقدتش على الناس اللي اذوني بزاف. نحقد على سميره اللي صراحه ما اذتنيش صراحه. هي بعيده وانا بعيده، هي الله يعاونها وانا الله يعاونني. هادشي اللي غادي نقول لكم البنات. وحاجه اخرى، شي هاد اليوتيوب راه دايز فهمتوا، دايز بنادم يخلي العلاقه ديالو مع الناس طيبه وما يكونش محقاد. وبالنسبه لداكشي ديال زين المحارم، هنا حنا داكشي ما عرفناش، العلم لله. حنا مثلا نعاود نقول لها وكنعاود ناكد عليها، حنا داكشي راه ما الله اعلم واش داكشي كاين ولا لا. ولكن حاجه وحده اللي كنقولها وكنسطر عليها، ان الام كتبقى سوا خايبه سوا زوينه. الام كتبقى بالنسبه لناس غيقولوا لي لا واش تبغي انت ممكن تخرج تشوهك، واش تبغي. انا ما غاديش نبغي طبعا، ولكن كتبقى امي. انا ولو امي خرجت وهضرت عليا، حنا كاين الافتراضات، ولكن انا ما نخرجش وغادي نهضر عليها ولا نتعاطى انا وياها ولا نتبرى منها ولا نشوفها طايحه في شي مشكل. وهذا فهمتوا داكشي باش اخوتي فكروا شي الادسنس راه خرج على عباد الله، شي خرج عليهم ماشي شويه، راه بزاف. صافي طغاو الناس ولات العلاقه ديالهم غير باغيين غير الفلوس، باغيين غير في ثالث شهر يجدوا الخلاص. حنا باغيين. راه اللي فاتح اليوتيوب راه كذب عليك الكذاب اللي غادي يقول لك لا انا داير هذا اليوتيوب غير فوق الشبعه. لا، حنا اليوتيوب دايرينه على اساس ثالث شهر نمشيو نجدوا ديك الحصيصه. كاين اللي غادي يفك بها شي مشكل، كاين اللي غادي يشري بها حويجات، كاين اللي غادي يسافر بها، كاين اللي غادي يفك بها كريدي ديالو، كل واحد شنو كيدير بها. ولكن اخوتي راه حنا عندنا مشاكلنا، حتى حنا كنمروا من بزاف ديال الحوايج وما كنبارطاجيوهمش معاكم. عرفتوا علاش؟ حيت واحد النهار يبقى داكشي غير في الارشيف. صافي من ملي دار لك شي واحد شي حاجه دير عليه كروه وعطيه اتساع وديها في راسك. المهم هادشي اللي كاين اخوتي بالنسبه للناس اللي تيسولوني على سميره. ما عنديش صراحه تواصل معها، وكنبغي كما قالت الاخت حنان البانورما تحياتي ليها، قالت باللي سميره ما كيتحكم ليها حتى شي واحد في القناه ديالها. وفعلا بحكم انني كنشوفها وهذه هي الوحيده اللي كتحكم في القناه ديالها. يمكن داكشي غير اشاعات فقط، هادشي اللي كنقول. انا ما عرفتش، انا ماشي تنأكد لكم، غير كنقول لكم الاحتمالات. يقدر هذاك الشيء غير كذوب، وهي اللي حطات الفيديو في القناه ديالها حيت رعات لقات فيديو. وإلا كان شي مشكل ولا كاع اللي مسجون على شي حاجه الله يطلق سراح ديك البلاصه وداك المكان ما تبغي حتى شي واحد، ولا وعدوك ما تبغيلوش ديك البلاصه. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي العزاز، هذا هو الفيديو ديالي. المهم نتمنى نكون شرحت لكم كلشي بلي ديتاي، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. وتهلاو ليا في راسكم يا اغلى متابعات، كنبغيكم. مع السلامه.